السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتعرف على شاب خجول تحول إلى أخطر تاجر مخدرات ومطلوب لدى الشرطة. هذا الرجل هو رضوان الطاغي، مواليد 20 ديسمبر 1977 بتطوان. هو مواطن مغربي هولندي زعيم لمنظمة ملائكة الموت، والمشتبه به الرئيسي بتورطه المزعوم في 10 جرائم قتل على الأقل تتعلق بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وقيادة منظمة إجرامية. كانت بداية رضوان الطاغي في تجارة الحشيش من منطقته في بني سليمان ضواحي شفشاون، أحد أشهر مناطق قبائل جبال التي تشتهر بزراعة القنب الهندي، إلى أوروبا. اعتقل رضوان الطاغي في أواخر عام 2019 في دبي، حيث يعيش زعماء العصابات المغربية. ويعتبر الطاغي أكثر المجرمين المطلوبين في هولندا، حيث حطم الرقم القياسي بمكافأة قدرها 100,000 يورو. اعتبارا من عام 2022 كان محتجزا في نيو بوسفيلد، وهو سجن شديد الحراسة في فيوخت، والمشتبه به الرئيسي في محاكمة مارينيغو. وحطت على رأس رضوان الطاغي مجموعة من الاتهامات تشمل جرائم القتل العددية، أبرزها الأمر بقتل رضوان بي، شقيق شاهد نبيل بي، ومحامي نبيل بي، وديرك ويرسون، والمستشار السري لنبيل بي، ومراسل الجرائم الدولية بيتر ريد دير فرايس. والثاني اعتبر اعتداء على النظام القانوني الهولندي، والأخير اعتداء على حرية الصحافة. تشمل أيضا اغتيالات خارج التراب الهولندي، مثل اغتيال سكارس في ماريبيا. وكشفت الوثائق التي أصدرتها إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة، وتم إرسالها إلى الشرطة الهولندية، ما بدا أنه كارتل مخدرات كبير برئاسة رضوان الطاغي ورافائيل إمبريال تاجر المخدرات والأسلحة في كامورا، ودانييل الشهير، وإيدين غانين مهرب مخدرات بوسني. لوحظت المجموعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وهي تعقد اجتماعات في فندق برج العرب في دبي، حيث تتمركز قاعدة الكارتل المزعوم. عقدت الاجتماعات في عام 2017، لكنها وصلت فقط إلى وسائل الإعلام الهولندية في أكتوبر 2019. تعتبر إدارة مكافحة المخدرات أن هذا واحد من أكبر 50 كارتلات مخدرات في العالم، مع احتكار فعلي للكوكايين البيروفي، ويسيطر على حوالي ثلث إجمالي تجارة الكوكايين الأوروبية. وفقا لوثائق إدارة مكافحة المخدرات، يتم شحن الأدوية جميعها إلى موانئ هولندا. وعرف على رضوان الطاغي علاقته بأحد أكبر كارتلات المخدرات بإفريقيا، المعروف بكارتيل طنجة، الذي عملت لصالح رضوان الطاغي لفترة طويلة في جلب الكوكايين من أفريقيا إلى شمال المغرب ثم إلى أوروبا. من أبرز زعماء هذا الكارتيل كان طارق الطنجاوي وفكر أملاح. كما عرف على رضوان الطاغي علاقته برئيس دولة السورينام. تمكن طاغي من الإفلات من القبض عليه من خلال تغيير مظهره باستمرار واستخدام جوازات سفر وتأشيرات مزورة. اعتقل في دبي في 16 ديسمبر 2019. بما أن هولندا ليس لديها معاهدة تسليم للمجرمين مع الإمارات العربية المتحدة، فقد تم ترحيل الطاغي بعد 3 أيام من اعتقاله، بناء على إعلان الحكومة أنه شخص غير مرغوب فيه، لأنه دخل الإمارات بهوية مزورة، وهو محتجز في نويفوسفيت في فويخت. المحاكمة مستمرة حاليا في قاعة المحكمة الشديدة الحراسة، ثم التحقيق مع رضوان الطاغي من طرف ضباط الشرطة المغاربة والإماراتيين، وتم تسليمه إلى هولندا وحكم عليه بالمؤبد.